السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. النهارده زي ما انتم شايفين كده عاملين كفته. طبعا الكفته من الاكلات الحلوه الجميله اللي كلنا بنحبها. مفيش حد في الاسره ما بيحبش كفته اللحمه. وفي نفس الوقت بتبقى بسيطه، يعني طريقتها سهله وما بتاخدش مننا وقت. وممكن نعمل جنبها اي حاجه، يعني حبه مكرونه، حبه رز، زي ما احنا عاوزين، او زي ما احنا عاملين هنا كده. جنبها تحتيها بطاطس كده وطماطم. طعمها حلو قوي ومستويه وجميله وهشه ومش هتفك مني. دي كيلو لحمه مفرومه. دي طبعا ميه البصل بعد ما عصرناها. دي بصلتين متوسطين. عاملاهم في الكبه وعصرهم كويس قوي، دي ميه البصل اللي طلعت منهم. ودولت رغيفين فينو مبلولين ومعصورين كويس. ودي بقى بعد كده التوابل هنحطها، مش هنحط توابل كتير، معلقه كبيره من توابل اللحمه، ومعلقه صغيره من الملح، ومعلقه صغيره من البصل البودر، ومعلقه صغيره من الفلفل الاسود بس. دي بقى معلقه كبيره، دي بقى اهم حاجه في الموضوع، اللي هي ايه؟ معلقه كبيره من الليا. انا الليا دي انا مسيحاها عندي، موجوده عندي في البيت على طول، بحطها على الكفته. وباكو بيكنج باودر بس، مش اكتر من كده. هنمسك الكلام ده كله بقى وندعكه ببعضه كويس قوي قوي. مهم قوي المرحله دي. والافضل ان انت تضربيها في الكبه، انا ضربتها في الكبه حتى لحد ما نعمل خالص، وكل المكونات اندمجت مع بعض كده. دلوقتي بقت كلها زي بعض، يعني متماسكه ازاي، وحاجه واحده. بعد كده هنحطها في التلاجة. ضروري نحطها في التلاجة علشان تتشمع معانا شويه. عبالة بقى ما نجيب الصينيه وندهنها، وبعد كده هنقشر البطاطس ونقطعها زي ما احنا شايفين، ونحط حلقات الطماطم. انا مش قادره اقول لكم طعم البطاطس دي عامله ازاي. بعد كده هنجيب، انا بعملها بظهر المعلقه، دي حاجه يعني اسهل حاجه بالنسبه لي. انتوا عندكم اي حاجه ممكن تصبعوها عليها، قلم بقى، اي حاجه طويله كده مدوره بتحبوا تصبعوا عليها، صبعوا عليها عادي. انا هنا بظهر المعلقه عشان تبقى كلها طول واحد، بطول الظهر، طول المعلقه، طول ايد المعلقه. هنصبع كل الصينيه واللحمه من دي كلها، وهنحطها في الصينيه لحد ما نخلص الكيلو اللحمه. انا مش قادره اقول لكم طعمها بيبقى عامل ازاي. الكفته من الحاجات السهله قوي قوي وما بتاخدش وقت. بعد كده احنا هنا خلصنا الصينيه بتاعتنا. طبعا احنا كنا بنبل ايدينا بميه البصل واحنا بنعمل بنصبع الكفته. البصل بقى المتبقي هنحطه كده عليها زي ما احنا شايفينه، ونرشها بيه ونحطها في الفرن البوتاجاز على الصاجه. طبعا احنا هنشوفها كل شويه لانها هتنزل الميه اللي فيها. بعد كده هنحتاج برضو ميه، كل ما تحتاج ميه بتزودي لها حبه ميه صغيره لحد ما بتستوي معانا. مش هتتشغل عليها الشوايه ولا اي حاجه، هنا مش مشغله الشوايه ولا اي حاجه. واستوت، وزي ما احنا شايفين شكلها في منتهى الجمال. طبعا احنا شايفين الدخان اللي طالع منها. طعم البطاطس والطماطم انا مش قادره اقول لكم طعمهم احلى من الكفته كمان. طعم حلو قوي. طبعا البهاريز اللي نازله من الكفته، البطاطس شربتها، والطماطم طعمها حلو قوي. ممكن تزودي تحطي كمان بصل، شرايح بصل. ممكن تحطي اي حاجه، تحطي كوسه. الخضار اللي انت بتحبيه ممكن تحطيه تحت الكفته. هيدي طعم حلو قوي قوي قوي. ولا هتتفك منك، ولا طبعا هو كلها زي ما احنا شايفين. عشان انا قلت لكم انا بعملها بظهر المعلقه عشان كل الكفته تبقى سمك واحد وطول واحد، زي ما احنا شايفينها وشفتوها وهي مستويه من جوه. جميله جدا جدا جدا. وفي نفس الوقت طعمها خطير. وفي نفس الوقت طبعا مش هتاخد ولا مننا ولا وقت ولا مجهود ولا اي حاجه خالص. وما خدتش وقت في السوا، خدت معايا نص ساعه. استوت في وقت بسيط، يعني ما بتاخدش وقت خالص. وطبعا التسويه دي بتختلف من فرن للتاني حسب التسويه وحسب الفرن بتاعك. اتمنى الفيديو يعجبكم. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامه.